خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. كما كتشوفوا معايا حنا شادين واحد الرحله من الى الجنوب، الجزائر. شوفوا معايا ما شاء الله غا الصحراء هنايا. شوفوا تبارك الله، نصور لكم الاجواء في الطريق، وديما معنا الموطو، توجور الرحله بالموطو. ربي يبارك ما شاء الله. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. مازال نصور لكم بعض البلايص كي نلحقوا. تشوفوا معايا هنايا شنو الاجواء، الرمله، الصحراء، اللهم بارك. هذه الرمال الزاحفه. شوفوا ما شاء الله، شوف الاجواء كي دايره هنايا رائعه. نعطيكم واحد النظره، الكاميرا خلفيه. شوفوا ما شاء الله الاجواء، الطريق هنايا خاويه، غا الخلا هنايا، غا الخلا. هذه الطريق تقدر تمشي بها لواتسوف، بعيده واتسوف من هنا واحد 500 و 255 كيلومتر. هنا القدام ديالنا هنا طولقه، ما بقى لنا والو نلحقوا لطولقه. خليكم معنا تشوفوا ما شاء الله. شوف اللي بدا الحصاد راه كما كتشوفوا معايا، هذيك آلة الحصاد راه بدات تحصد. نضم لكم شويه. خوتي خواتاتي، كما كتشوفوا معايا راني انطلقت من المكان اللي كنت فيه، متجه ديريكت لمدينة طولقة. شوفوا تبارك الله، النخل هنا في الجمالية في الطريق، جنانات، واحد يستمتع بالمناظر هنايا. شي علاش كتعجبني انا الطريق هادي، كنستعملها ديما، فيها ميتشاف ساعات كما وريتكم الرمال الزاحفة، الديكورات نتاع الجبال، نتاع النخل، يعني غابات نتاع النخل، داكشي ما شاء الله. يعني واحد يستمتع صراحة. ومن هنا قلت نمشي لواحد القرية السياحية، كاينة واحد القرية قديمة، قلنا نديرو هاد الطريق، ندخلو هاد المرة ما ندخلوش على طولقة، نمشيو على ليشانة. هاد القرية كاينة في ليشانة، تابعة الفرفار، هي تابعة ليشانة، واحد البلاصة اسمها فرفار. وقلنا نمشيو كاملين نكتشفو هاد المكان هذا، ونشوفو هاد الجمالية اللي فيه، ونشوفو التراث. يعني داكشي البنين ديال قديم، ماشي قال البني بالطوب والياجور، البنين تاع التراب والحجر. هنا طولقة بقات لينا واحد 10 كيلو، الجزائر واحد 400 تقريبا وشي حاجة، يعني منطلقة من هاد المكان هادي. يعني من هاد البلاصة دايرة كاينة الطريق يعني الجزائر العاصمة، 400 الكيلو تقريبا وشي حاجة، على طريق بوسعادة. داكشي ما شاء الله. شوفوا معايا الجمالية، بغيتكم تستمتعوا معايا في هاد المناظر هادي. والواحد كما قلت، هاد الطريقة هادي كتخليك تستمتع بهاد المناظر تاع الجبال والغابات نتاع النخل. وكاينه واحد النقطة انا كنلاحظها في الغابات، اي غابة نتاع النخل كتلقى كيديرو فيها الكرطوس، يعني كما نقولو الكرموس حنا، ويديرو ميم طون الرمان مع النخل، يعني كيستافدو من هاك المساحة تبارك الله اللي كاينة ما بين نخلة ونخلة. شي رائع ما شاء الله، رائع. داير خصنا شي وقت ان شاء الله واحد يدير فيها واحد الكوبين. هنا 5 كيلو بقات الطولقة كما تشوف البلاكة معايا، يعني غادي كنقربو. قطعنا واحد المسافة نتاع 110 الكيلو باش نلحقو لهاد المكان هذا. ما شاء الله ما شاء الله. كما قلت لكم، ما بقى لينا والو باش ندخلو مدينة طولقة. كاين لا فليش على اليمين. هو لاحظوا معايا واحد الملاحظة كما لاحظت انا، شوفوا الكرطوسة والكرموس على الجناب الطريق والداخل في الجنانات. تولوا معايا مزيان داخل، كله تبارك الله، غرسل الكرموس والرمان. من فراسي هاد المعلومة ما عنديش، يعني واش كيصدق 100%، واش الشجرة ما النخلة ما كتضيعش الكرموس،
مادام دايرينو كلهم تقريبا، والا كاينه النتيجه. شي ما شاء الله مستغلين هذاك النقطه هذه مزيانه. شو تبارك الله، كل الدنيا نخل، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. جمالية صراحة. والله كنستمتع بزاف انايا، كنستمتع في هاد الطريق هادي. حنا اون فاس معنا ليشانة كما كتشوفو، طولقا الجزائر وفوغالا على اليمن، وبسكرة الحاجب وشقرون على اليسار. على ذكر الحاجب، عندنا واحد المدينة الحاجب حنايا في المغرب، حدا ازرو، طريق مكناس. هنا في هاد الرومبا هادي، هاد البرانشمون على يدي اليمن، نقدر نهبط لطولقا، ونقدر نمشي ديريكت لطولقا، ولكن ديريكت فيها ليشانة وفيها طولقا. حنا غنكملو طريقنا ديريكت باش نبدلو الطريق، موالفين كنهبطو على اليمين حنايا. دابا هاد المرة قلنا نطلعو على اليسار، نمشيو نيشان. هنا دخلنا ليشانة. هاد المسجد راه محسوب على ليشانة، من هنا كتبدا ليشانة. حنا بالضبط نمشيو لفرفار. هو المكان اكزاكت ما عارفوش، ولكن نسول الناس نتاع هاد الحي هذا في هاد المنطقة، هما غينعتو لينا البلاصة. كما شفتو سقسيت واحد الاخ، قال لي تمشي ديريكت من هنايا، وكاينه واحد الطريق قال لي راك قربتي للقرية هادي، حيت انا ما كنعرفش المكان اكزاكت ديالها فين جا. ولكن قال لي راه ما بعيداش من هاد البلاصه هادي. حنا قربنا، راه كاينه اللمحام ديالها كما كنشوفو هنا في جناب الطريق، البني اللي دايرين في النخل بحال هكا. كاينه هاد القرية السياحية مبنية بهاد الشكل هذا، تاع هاد الحجر الرطوبات. شوفوا الفرق ما بين حاجة الياجور والطوب، والفرق ما بين الحجرة القديمة ديك تاع بكري. كاين فرق سبحان الله. كتشوف هاديك الشوفة كترتاح. شوف واحد المسجد ما شاء الله هنايا، دوك كتشوف داك الفرق، يعني كما نقولوا واحد الشارع مبدل. اخيرا وصلنا فرفار، نيشانة القديمة. كما قال لي السيد، رانا قال لي ما بعيداش على هذا المكان، احنا قربنا بالضبط. كما قلت لكم، كاين الفرق بين حاجة البنين تاع الطوب واليازور وحاجة تاع حجرات بكري، فرق كبير. كنظن غنقدروا نخرجوا فيها نهاية، قد خرجنا في هاد البلاصة. شوفوا كرابة اخوت، قرية قديمة يعني هادي، وكانت تشد الترمات، كنجلب عدد كبير نتاع السياحة الداخلية ولا الخارجية. لكن هي مردومة قاع تقريبا، على حساب الشوفة ديالي انا كنشوف، بنت لي راه مردومة، بقاو فيها حاجة قليلة نتاع الاثار. قرية كبيرة هي، فيها ازقة، فيها يعني دروبها صغارين مضيقين. الله شوف، غادي نخصو لها واحد النهار بوحدة، حلقة بوحدة غنديروها خاصة بهاد القرية هادي. شو الدخلان ديالها هنايا. هنا كما قالك ما تقدرش تخلي الموطون ديالك هنايا محطوط. شوف اللهم بارك، قديمة. شوف كاين واحد الدروج من هنايا، يعني كانوا سكنات قديمة هنا. دايرة الدنيا. من بعد نديرو لكم حلقة، حنا خلينا نبطو لهيه، نطلعو نديرو دورة، حق ما نبعدوش عليه كما قال هو، قالك تريسكيش.
لاحقاش يقدروا يساقوا الموطو ولا شي حاجه. شوفوا القريه كي دايره، صراحه خاصها نهار بوحدها. فيها من الجدرة، واحد من الجدرة قبه نتاعو قديم. شو سكنات، كانوا الأزقة هنا، يعني كتبين هنا ربي يبارك. شوف كبيرة كبيرة بزاف، كان فيها المسجد وكانت مبنية على دوطاج واقيلا كنظن على حسب العلوي كنشوف. نزيدو نشوفو هنايا. غنطيح. رابت كاع كاملة. شوف كي طايح هداك الشي رابت. شوفوا معايا هنا داك الشي كيرعب. هما سكنات هنا بحال السريجان الباب. هنايا كاينه الزنقة، هنا شنو بيوتها. شوف بيوتها هنايا مبنية على دوطاج مفروقة بالخشب. هنايا كانوا بكري كيديروا داك اللوح المهبري، كما نقولوا الشانديل حنا. هاو تزيدو تشوفوه بالمباشر، ها هو فين مرمي وها هو فين راكب. ها شوفوا كيف هكا راكب. هادشي اللي كان، هادي هي الظلام ديالهم. كي راه جمالية ما شاء الله. كاينه واحدة اخرى هي هي. شوف كامل عاوتاني من جهة اخرى كيتقطعو الشانطي. هذه هي القرية السياحية. دابا نقلعو نمشيو نكملو طريقنا لقدام. قرية قديمة هادي بزاف. شوفوا ما شاء الله. هنا كاينين جنانات بزاف تبارك الله. راك عارفين مع الموطو مع واحد الحركات تاع الطريق.